اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل والورد والياسمين على أحلى صحبة وأحلى اخوات حلوين. هنعمل أحلى طبق كشري لأحلى اخوات. هنجيب شوية زيت كده حلوين، وهنقطع البصل جوليان كده كمية كويسة يعني. وهنقلي البصل الأول، والزيت اللي هنقلي فيه ده هو اللي هنعمل بيه الكشري كله، ده اللي بيعمل الطعم الحلو. والورد بتاعنا خلص اهو، هنحطه بقى في الهوا. بعد ما تخلصيه كده حطيه في مكان فيه هوا عشان ينشف. هنجيب بقى كده زيت بتاع التقلية، هنعمل الصلصة بتاعة الطماطم. زوده شوية كده، وهنجيب معلقة كبيرة من الثوم المفروم، هننزل بيها كده على الزيت، وهنخليها تاخد لون شوية. وهنضرب الطماطم في الخلاط، وهننزل بيها على الثوم. وصل معانا للشكل اللون ده، ننزل بقى بالطماطم ونسيبها لما تتسبك خالص. وهنكمل الصلصة بعد كده. هنجيب بقى شوية بصل بتاع التقلية ده، وهنفرمه معانا كده. ده اللي بيدي الطعم الحلو للصلصة بتاعت الكشري. يعني جربي تعملي الصلصة بتاعت الكشري بالطريقة دي، هتلاقيها جميلة جدا. هنخليها بقى تغلي معاها غلوتين كده، وبعد كده هنحيقها. طبعا الملح على حسب الرغبة. انا البهارات كل البهارات دي معالق صغيرة: ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون ومعلقة من السكر. خلاص معانا خلصت الصلصة كده. هنعمل بقى الرز. هنحط برضو شوية من الزيت بتاع التقلية، ونجيب كوباية من الشعرية كده هنحمرها. نفضل نقلب فيها كده، هنغمقها شوية عن اللون ده. وبعد كده ننزل بكوباية من العدس بجبة او العدس الاسمر. طبعا انا نقعالي ساعة. هنفضل نشوحه شوية كده مع الشعرية. التشويحة بتاعة العدس دي يا جماعة بتخلي الرز في الاخر بيبقى مفلفل، مبيبقاش معجن. يعني التشويحة دي لازم، يعني مهمة. شوحها شوية كده. وصل معانا اللون ده. هننزل بقى بحوالي 750 جرام من الرز، او يعني كيلو الا ربع. هنقلب طبعا الرز مع الشعرية والعدس كده شوية. حطي بقى معلقة كبيرة من الملح، وطبعا الحياء زي ما قلتلك برضو على حسب الرغبة. ومعلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هنقلب طبعا، وننزل بقى بالمية السخنة بتاعتنا. الرز المصري يا جماعة فيه رز بياخد مية كتير، ورز بياخد مية قليلة. يعني الرز الكويس بياخد كوباية الرز بتاخد كوباية مية، والرز يعني اللي كده بياخد من كوباية وربع لكوباية ونص. اهو شايفين الرز جميل ومفلفل معانا ازاي، مش معجن. ده عشان شوحنا كل الحاجات الاول، قلبناها مع بعضيها الاول بالشكل ده. خلص خلاص معانا الرز كده. بصي تضغطي عليه كده يتعامل معاكي. هنجيب بقى ميه نحطها على النار عشان نسلق فيها المكرونه. حطينا فيها شويه زيت وشويه ملح، ونزلنا بقى باي نوع مكرونه عندك. انا كنت حاطه سباكيتي على مكرونه اللي هي الصغيره دي، ومكرونه قلم بالشكل ده. وحطينا عليهم اخر بعد ما اتسلقت وصفيناها، حطينا عليهم اخر شويه زيت من بتوع التقليه بالشكل ده. هنغرف بقى. شايفين كل حاجة مش معجنة زي مش لازقة ببعضيها بالشكل الحلو ده. والرز مفلفل وجميل بالشكل ده. تحفة والله يا جماعة. هنحط بقى عليه الصلصة بتاعتنا، ونزينه بقى بالورد بتاعنا بالبصل
الحمص. انا برضو منزله طريقه الحمص الشام او في ناس بتقول عليه الحلبسه يعني. هنزين كده بألف هنا وشفا يا رب، ألف هنا وشفا. واللي يعمل الكشري زينا هنقول له ايه؟ هنقول له يا عمنا. طبعا الطماطم دي اللي بتتحط على الكشري مش كل الناس تعرفها يعني، بس في ناس يعني ما بتاكلش الكشري غير لما ايه يبقى فيه عليه طماطم كده متقطعه مكعبات صغيره، بتخلي له طعم حلو جدا بصراحه يعني بالشكل ده. ودي الشطه بتاعتنا، ودي الدقه اهي. انا الشطه والدقه انا ببقى عاملاها في ازاز كده وحطها في التلاجة بحيث نعمل كشري في اي وقت نطلعهم وايه وناكل بيهم على طول، مش لسه هنعمل يعني. وبالشكل الجميل ده قدمنا اطباقنا، وبألف هنا وشفا يا رب. الشطة والبصل بتاعنا اللي عايز يزود، وحطينا كل حاجة بحيث اللي عايز يزود حاجة، وبألف هنا وشفا يا رب.